عم احس بامل كثير كبير، عم شوف الاراضي هيك عم بحس اني راح ابني حياه جديده بهاي الارض، مورالي عم يرتفع كل ما اشوف الاراضي هيك، حس حالي عم ببني حياه جديده بين يعني قريه دير الزور. جنة جنة والله يا وطننا، يا وطن يا حبيب، يا ابو تراب طيب، يا وطن يا حبيب، يا ابو تراب طيب حتى نارك. أنا من دير الزور. هلا نحن كقوات وحدات حماية المرأة منضمين لحملة عاصفة الجزيرة. يعني أنا كنت تحت المناطق اللي كان فيها داعش، يعني كانت مسيطرة عليها داعش، يعني كان يبنوا تحت الأطفال الصغار، يعني خاصة الأطفال الصغار أو كانوا شيوخ كبار أو كانت نساء. داعش كانت تبنى يعني ذهنيتهم تحت النساء، يعني تحت المرأة العربية، كانوا أبدا ما يقبلوا لغات تانية، كان عندهم فرق كتير كبير بين كردي وعربي، كان عم يقول كردي ما نتقبل بيناتنا، عربي يعني كان يبنوا ذهنيات كتير كبيرة بين داعش، يعني الذهنيات أخصا شيء للنساء العربيات، كانوا يبنى ذهنية إنه المرأة ما فيها تساوي شيء أبدا، ما فيها ترفع سلاح أبدا، ما كان فيها إنه ترفع سلاحها تدافع عن وطنها، عن أرضها، عن شرفها، عن أطفالها، أبدا ما كان هذا الشيء يتواجد بين المناطق اللي كان يسيطر عليها داعش. كان النساء هي لازم تحت بيتهم، لازم يغطي على وجههم، ما حدا يشوفهم، ممنوع يشوفوا الرجال. كان فرق بين المرأة والرجل، يعني كانوا يحطوا إنه الرجل أقوى من المرأة، بس المرأة كان يوجد لديها يعني إرادة أقوى من إرادة الرجل. كانت المرأة يعني تحت ظل داعش أبدا كانت ضعيفة كتير، كانت تبنى أبدا لا على القوة ولا على الإرادة، كانت تبنى على الضعف الشخصية، على ضعف الإرادة، تفكير ما في أبدا، تفكير ضمن البيت، ضمن الأولاد، ما كان إنه تبنى فكر لقدام مستقبلي، كان فكرة دائما خارج بيتها، يعني ما كان يعني تخرج لمكان برا أو تعرف إيش فيه برا. كانوا يبنى داعش أكثر شيء ذهنيات تحت المرأة ضعف الشخصيات وضعف الإرادة، يعني ما كان أبدا المرأة لازم ما ترفع عن وجهها أبدا لازم ما تشوف سلاح، أبدا لازم ما تفتح تلفزيون، أبدا لازم ما تشوف حدا يدخن. هذا الشيء كان يبنى تحت المرأة، يعني أثر على شخصيات النساء يعني بشكل مو طبيعي، بنوا هذا الشيء تحت شخصيات المرأة العربية. يعني هذا الشيء يعني أبدا ما كنا نتقبله، بس كان يعني شيء إحنا كنا متصدقين هذا الشيء، يعني ما كنا نعرف كنساء إنه فيها ترفع سلاح أو تحت إرادة قوية، أبدا ما كنا نعرف هذا الشيء. كنا نعرف إنه كراد، ما كنا نعرف إنه في قوات سورية ديمقراطية، كان يوجد يافجي، كان يوجد وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، أبدا ما كنا نعرف هذا الشيء. التلفزيون كان ممنوع، كان يكون يوجد فرق بين الأديان، بين اللغات، كانوا يقولوا هذول كفار وهذول جيل، يعني ما كانوا يحطوا انه نحن كلنا راح نصبح بشر، نصبح انسانيين، راح ندافع عن وطننا، عن ارضنا، ما نعرف هذا الشيء. بعدها انه بلشت الحروب بمنطقة دير الزور، يعني من عند الميادين لحد مناطق اللي آثلة للسوسة والهجين وشعفة وباغوز. بعدها نحن اتينا بالنزوح، طلعنا من مناطقنا، طلعنا لمكان كانت متحررة، أبدا ما كنا نعرف هاي المناطق، كانوا يقولوا لها الكراد. أتينا لهون يعني نحن كنساء عربيات يعني استغربنا بهذا الشيء، كنا يعني نشوف يعني كنساء يعني بوحدات حماية المرأة كانوا يرفعوا سلاح، يعني ليش متواجدين هون؟ مشان إيش؟ صار عندنا فضول، بلشنا يعني ببناء فكر. أول أتينا إلى مناطق متحررة بلشنا ببناء فكر، بناء إرادة قوية، بلشنا نسأل هذا الشيء، فضولنا هو اللي وصلنا لتحرير ذهنيتنا، الفضول اللي جواتنا هو اللي خلانا نتعرف على شخصية تانية وبناء شخصية وبناء إرادة قوية. سألنا، قالوا هدول النساء يأتوا إلى الجبهات يعني يدافعوا عن وطنهم، يدافعوا عن أرضهم، عن شرفهم، عن الأطفال. حبيت أنا يعني أجرب هذا الشيء، فكانت نظرتي كنظرة داعش، يعني داعش كان يبين نظرة القوة العسكرية، نظرة أبدا ما كان منيح، كان يشوه هاي السمعة،
أبدا ما كان يخلونا نروح لهديك المناطق. كانوا حتى التلفزيونات ما كانوا يخلونا نشوف، بسبيل إنه نحن ما نشوف في نساء تتواجد ترفع سلاح. يعني نحن فضولنا هو اللي خلانا نوصل على هذا الشيء. أما أتينا يعني قوات سوريا الديمقراطية لوحدات حماية المرأة، بلشت إنه أبناء فكر، بلشت إنه أبناء مستقبلي بكل جهدي. يعني أبدا الأهالي ما كانت تقبل هذا الشيء، كانوا يحكوا بهذا الشيء، إنه يقولوا كمرأة عربية كبنت كيف تروح تنضمي لهيك قوات عسكرية فيها نساء ترفع سلاح. قلت لهم أنا فضولي راح أجرب هذا الشيء، إذا كان طريق منيح راح أكمل، إذا كان طريق منيح كان راح أرجع. أنا فت بهذا الطريق وحدات حماية المرأة، بلشت فت بالتدريب، شفت تدريب يعني شهر، تعلمت شغلات كثيرة، تعلمت فك السلاح، يعني تدريب عسكري تدريب سياسي. هذا الشيء وضح لي. أما بدأ التدريب بأخلاق وسياسة باحترام. داعش أبدا ما له هدف، هدفه إنه هدفه المدنية، أبدا مو قوات عسكرية. هدفه إنه يخرب هاي الأراضي، يحصل على إنه مصاري، يحصل على شغلات لإله تفيده هو شخصيا، أبدا ما تفيد وطن، أبدا ما تفيد أراضي. يعني هلأتين لو داعش كان عنده هدف أبدا كان حل بالسياسي، بس داعش أبدا ما كان عنده هدف. يعني دائما دمر بيوت المدنية دائما بالألغام. لو كان داعش عنده هدف عن جد عن جد كان عنده هدف، ما كان يزرع ألغام ببيوت المدنية، بيوت العرب، بيوت الكرد، بيوت السريانية الآشورية كلها ما في فرق بيناتنا. بس ليش كان يساوي هذا الشيء؟ يعني هذا الشيء ما كان يثبت أنه في هدف لداعش. أما نحن بعد ما يعني خلصت من هالتدريب بلشت بقوة إرادة، بقوة شخصية، بقوة فكر، بلشت أثبت للنساء العربية أنه يوجد نساء ترفع سلاح، يوجد أنه النساء تدافع عن وطنها، يوجد يعني أنه إنسان فيه، يعني مرأة فيها تدافع عن وطنها. المرأة فيه تحت قوة، بس المرأة دائما ما كانت تحس هذا الشيء تحت سيطرة داعش. يعني كان هذا الشيء أبدا لا كان يتواجد. لما أنا جيت لحماية يعني وحدات حماية المرأة، يعني تغير هذا الشيء، تغيرت نظرة المجتمع بشكل يعني وحدي، إنه يعني بشكل وحدي إنه يثبت إنه في شخصيات قوية للمرأة. بلشت التجارب تحت المرأة العربية الذي كسرت ضل داعش. يعني المرأة العربية هي خاصة هذا الشيء كان مهم إنه كسر ضل داعش. داعش هو نقطة ضعفه النساء تقاتل، يعني أهم شيء عنده إنه الرجال يعني أهم من المرأة، إنه يكسروا المرأة، يبنوا في مستقبلات تحت الظل وتحت الظلم وتحت الذهنيات الذي ما لا هدف أبدا ولا مستقبل يأتي ببناء مجتمع. أما نحن كنساء يعني مرأة، يعني نحن بعد ما فهمنا بعد تحت وحدات حماية المرأة إنه المرأة هي اللي أسست هاي الحياة. يعني قبل 5000 سنة حكونا إيش صار، إيش المرأة كانت، إيش كانت تحت قوة هاي المرأة. لحد هاي الدقيقة ولحد هذا النفس اللي احنا عم ننفسه أبدا احنا ما تحتنا استسلام، ولحد الآن في قوة. يعني تحتنا إرادة كتير راح تبنى مجتمع. الإرادة اللي تحتنا وفكرنا وسياستنا راح نبنى مجتمع. وأنا كمرأة يعني من بين العرب راح أثبت لكل مرأة عربية إنه المرأة فيها تقاوم. يعني يحس إنه في إرادة للمرأة، يحس في قوة يعني كتير قوية تحت المرأة. كسرنا ضل داعش ولحد الآن نحن راح نقاوم وراح نكسر ضد داعش، وأبدا ما راح نستسلم لداعش. هلا نحن بالمناطق اللي هي قريبة الهجين، يعني تحرير هجين تم، يعني هلا نحن عم نمشي لقدام، ما تمشي. يعني امبارح كان في اشتباكات كتير قوية بس نحن صديناها. يعني نحن صح حكينا يعني عن المرأة فيها تقاوم بتحت الحروب، بس هذا مو حربنا، بس هذا حربنا فكريا، حربنا تحت ذهنية يعني الذكورية، يعني تحت ذهنية داعش. يعني نحن كهدفنا يعني الأساسي إنه في بناء مجتمعات، يعني مو بس خط الحروب، راح نبنى يعني بالأخلاق، بالاحترام، بسياسة المرأة، يعني تبنى مجتمع، نبنى مجتمع يعني مجتمع جديد قبل المجتمع الذي كان يبنى فيه ذهنيات داعش. راح نبنى مجتمع غير هذا المجتمع اللي نحن كنا فيه. بفرصة هاي الحروب فرصة لكل النساء إنه تبنى مجتمعها، تبنى إرادة قوية. يعني هن عم يقاتلونا بس نحن عم نبنى أرض جديدة، عم نبنى نساء جدد، عم نبنى يعني فكر وسياسة وبناء مجتمع جديد فيها تحارب، فيها تبنى سياسة، فيها تقاوم، فيها كل هاي الشغلات راح تتواجد تحت المرأة. وهي متواجدة بس هذا الشيء كسر، يعني اختفى تحت ظل داعش. بس نحن راح نبني، راح نخلق من جديد.
نبنى هذا الشيء، وراح نبنى مجتمع طبيعي جديد، وراح نبنى مجتمع للمرأة، لوحدات حماية المرأة بكل منطقة أبدا ما بفرق، لكل بلد لكل شعوب، يعني ما عندنا فرق لا بين اللغات وأي المناطق، بس تبنى إنه كنا نبقى مرأة واحدة. يعني هذا أنا ندائي يعني لدير الزور كنساء دير الزور، إنه يبنوا شخصياتهم، يأتوا لوحدات حماية المرأة يفهموا يعني شو هي المرأة، شو هي المرأة فيها الساوي، يتحرر ذهنيتهم من ذهنيات الذكورية، من ذهنيات اللي الجاهلية، يبدأوا في نساء متعلمات، في نساء يثبتوا شخصيات، في نساء يثبتوا انه سياسيات بفكرهم بأخلاق باحترام، يبنوا شخصيات جديدة. ابدا ما يقبلوا اي قوة عسكرية تدخل انه تحمي بلدهم، ابدا لازم ما يقبل الارهاب انه يتسيطر على مناطقهم، لازم النساء العربية هي بذاتها ترفع سلاحها وترفع العدو انه يبعد عن مناطقها، ابدا هي اللي راح تحمي ارضها واطفالها وشرفها وعرضها بايدها. انا كمرأة عربية يعني حملت سلاح وكان تحتي قوة كتير قوية، صرت احمي، ما يعني اعتمد على حدا ابدا، اعتمد على نفسي هي اللي راح تحميني، الإرادة اللي جواتي والقوة والفكر اللي جواتي هو اللي راح يحميني. بالسياسة فيني أتقدم، وبقوتي فيني أحمي وطني، يعني بالقوة اللي جواتي أقدر أحمي الأرض تبعي، والسياسة تبعي فيني أبناء مجتمع لوحدي يعني. وأنا أقول للنساء دير الزور إنه يجي يحطوا إيدينه بإيد بعض ويجي يحمي وطنهم، لأنه حدا من برا لا حدا يعتمد على حدا إنه يجي يحمي أرضه. اللي راح يجيك من برا وراح يجي يحمي أرضك هو بذاته اللي راح يخرب وطنك. اللي يجي مستعد من برا خاصة داعش أو كان احتلال تركيا، اللي راح يهجم إنه على أساس إنه راح يحمي الإنسانية والأخلاقية وهدفه إنه يحرر المدنية، هذا الشيء أبدا مو صح. هذا الشيء يبني بشغلات رأسمالية شخصية، يعني جايين لضل شخصياتهم، إنه ياخذوا مصاريهم يبنوا شخصياتهم ويروحوا. هن اجوا من أراضي من برا، بيوتهم بأمان، هن يجوا يخربوا هاي المنطقة بيأمنوا شخصياتهم يطلعوا لمكاناتهم. بس ايش علمهم بالنساء او الاطفال او الرجال اللي عم يصير فيها بهاي المناطق؟ وقوى سوريا ديمقراطيه من نفس المناطق، ابدا مو جايين من برا، اللي احنا عم نحمي ارضنا منا وفينا، واكثريتها نساء دير الزور، وكان كردي او عربي، كلنا نحن بايد وحده حاطين وعم نحمي. يعني لما يشوف نساء عربيات ونساء كرديات ايدهم بايد بعض والروح الرفاقيه بيناتنا عم تبتنى وعم دافع عن ارضها، يعني هذا الشيء عم يكسر ضل داعش. ونحن كل هذا الشيء صار واللي خربوا داعش في بيوت المدنية، إن شاء الله نحن راح نبني هذا الشيء كنساء عربيات، وراح نرجع الأهالي، نوعد الأهالي راح يرجعوا لأراضيهم، راح نحرر هاي المناطق وراح نوعدهم إنه يرجعوا لمناطقهم. بس الشيء بده مقاومة، وأبدا نحن ما عندنا الاستسلام، نحن نقول المقاومة حياة والاستسلام خيانة، أبدا ما راح نستسلم إلى داعش وراح نضل مقاومين.